علاش أوروبا الصليبية تحقد على جيجل من زمان بعيد؟ واش سر الطاعون اللي ضربها وقت حملتها المشؤومة على جيجل عام 1664؟ جويلية 1664 ملك فرنسا الشاب لويس 14 قرر يدير أول حملة كبيرة على الجزائر، وخير شبه جزيرة جيجل اليوم باش يحتلها ويبني قاعدة بحرية متقدمة على المينا ديالها اللي توسط الخط البحري بين تونس والجزائر مزغنة. زعما حب يحمي بوابة التجارة نتاع أوروبا من القراصنة المسلمين. وزيد الجواجلة اللي دمهم مخلط بدم الموريسكيين الأندلسيين كانوا ركيزة الأسطول البحري الجزائري المدعوم من العثمانيين، واللي كان يهاجم بوابر الأوروبيين المعتدين ويحتم عليهم يدفعوا الجزية وهم صاغرين. الحقيقة لويس 14 كان طامع في خيرات الجزائر وحب يدير عليها حملة صليبية أوروبية يكون هو زعيمها ويركع الجواجلة حلفائهم العثمانيين المسلمين. الحملة كانت مدعومة من هولندا وإنجلترا، قادها الأميرال فرانسوا دي فيندون بن عم الملك لويس 14 وشارل فيليكس قائد فرسان الهيكل تاع مالطا الصليبيين. مع وصلت الحملة للشط الجيجلي، الأهالي الموزعين في الأدغال والغابات قابلوها بنيران مدفعية شرسة قتلت منهم عدد كبير. بصح المدفعية الصليبية دارت فتحات على الشط وقدر 4000 جندي فرنساوي والكتيبة المالطية بال1200 فارس ديالها باش يهبطوا على شط جيجري. فرسان الهيكل كانوا لابسين الملاية البيضاء المرصعة بالصليب الأحمر، هبطوا جهة جامع سيدي عمار بجنب المقبرة، دنسوا الضريح المقدس وخزنوا سلاحهم فيه، الشيء اللي استفز المشاعر تاع الجواجلة المسلمين وفجر عندهم غضب كبير. الصليبيين قدروا يحتلوا المدينة المخلية من سكانها وحطوا الصليب وعلم فرنسا فوق منارة الجامع الكبير. بصح الخيال الجواجلة المدعومين من خوالهم القبيل ومن الانكشاريين اللي بعتهم آغا الجزائر شعبان أعلنوا الجهاد المقدس ضد الصليبيين وما حبسوش هجماتهم، وكانوا يضربوا فيهم وينصبوا لهم في الفخاخ في النهار وفي الليل. الدعم ما حبسش على الحملة من الأوروبيين، الشيء اللي خلاها تحكم أكثر من 3 شهور من جويلية حتى لأكتوبر 1664. الطاعون تفشى في أوروبا مع خلاصة الصيف، والدعم حبس على الحملة، والحلفاء خلاوا على الفرنسيس، والمجاهدين الجواجلة نجحوا باش يحاصروا الصليبيين التعبانين وهوشات كبيرة ناضت بين القادة الصليبيين. سبحان الله، قائد فرسان الهيكل من الأول كان حاب ينزل الحملة في بوجي بجاية اليوم، وقال لهم بلي جيجلي رايحة تكون لعنة على الصليبيين. الملك لويس 14 فهم هذا الشيء متوخر وعطى الأوامر باش تحبس الحملة في أول نوفمبر 1664. الصليبيين انسحبوا مذلولين وخلاو أسرى والمدفعية ديالهم في يد الجواجلة اللي نصرهم رب العالمين. وهما راجعين لفرنسا ومع انتشار وباء الطاعون الجنود المهزومين تقرر يتعزلوا في جزيرة مهجورة قريبة من الساحل. الملك المهزوم لويس 14 واللي كانوا يسموه ملك الشمس روا سولي حب يغطي الشمس بالغربال وعطى أوامر باش يغموا هذه الفضيحة. بصح الفضيحة زاد كملت، وسفينة الدعم العجوزة لا لون تقسمت على نصين وغرق معها 700 جندي وضابط، بينهم الجنرال غيوتيير وهو من فرسان المعبد الصليبيين. والجنود اللي سلكوا خلاوهم يهلكوا بالمرض والمجاعة في جزيرة المسيين. الفرنسيس حقدهم زاد على جيجل والجيجليين وكيحتلوا المدينة عام 1839، ومع زلزال 1856 جا انتقامهم الكبير. هجروا الأهالي من المدينة القديمة اللي حولوها لميناء عسكري كبير وسموا الشوارع الجديدة بأسماء ضباط الحملة المهزومين: دوكان، بيكاردي وغيوتيير. بصح الزمان يدور والفرنسيس كما انهزموا وتهانوا في أول نوفمبر 1664 زادوا انهزموا في أول نوفمبر 1954. الجواجلة ثاروا عليهم مع كل الجزائريين. الجيش الفرنساوي سجل هذيك الحملة المشؤومة في السجل ديالو كأول حملة ليه على الجزائر خرج منها ذليل، وفي العيد الوطني ديالو عرض مركبات حربية في الشانزيليزي كاتب عليها جيجلي 1664. اليوم جيجل عروسة جزائرية زاهية في البحر المتوسط تقابل في مرسيليا من بعيد، شوارعها مرصعة بأسماء الشهداء المسلمين: العربي بن مهيدي، لطفي، عميروش، شابي، رويبح، بوبزاري، بونار، بوريدح، والإخوة شكيرين، بن باديس، الأمير عبد القادر، أول نوفمبر وجيش التحرير.